بلد نصها مش لاقي ياكل وانتوا رايحين تفتحوا متحف بمليار و200 مليون دولار وكمان سايبين ناس تلبس جلابيه فيه. ليه الحدث ده من وجهه نظري هو اكبر حدث اعلامي في تاريخ مصر؟ الحفله حضرها 79 وفد رسمي من ملوك ورؤساء دول ليها تقل سياسي واقتصادي عالمي، زي ملك اسبانيا، رئيس المانيا، رئيس وزراء اليابان، ولي عهد ابو ظبي وغيرهم كتير. دي فعلا كانت اشبه بقمه عالميه معموله في حضن الاهرامات. الحفل اتذاع على 215 وسيله اعلاميه عالميه، ده غير الاعلام المصري: ABC نيوز، CNN، BBC، ذا جارديان، سكاي نيوز، يورو نيوز، رويترز، دويتش فيلا، فرانس 24 وحاجات تانية كتير. متوسط الدقيقة الإعلانية في الوسائل دي بيتراوح من 150 ألف دولار لمليون و200 ألف دولار، والمنشن الواحد بيبدأ من 10,000 دولار ل 50,000 دولار. ده كوم والترند العالمي اللي حصل على تيك توك وإكس ويوتيوب وفيسبوك خلال أول 48 ساعة كوم تاني خالص. الترند اللي جاب أكتر من 500 مليون مشاهدة، وده لو اتحسب كريتش مدفوع في أي حملة تسويق عالمية فاحنا بنتكلم تقريبا من 15 ل 25 مليون دولار اكسبوجر مجاني بالكامل. طب هي ايه اصلا اهميه المتاحف في العالم؟ متحف اللوفر في فرنسا بيجيله كل سنه 8.9 مليون زائر وبيحقق دخل 200 مليون يورو. المتروبوليتان في نيويورك بيجيله 6.8 مليون زائر وبيساهم في اقتصاد امريكا كل سنه بمليار ونص دولار. يعني المتاحف دي مش اماكن للفرجه زي ما بتحاولوا تصدروا لنا، دي مصانع اقتصاد. ومصر دلوقتي بقى عندها اكبر واحد فيهم كلهم. الافتتاح اللي انتوا بتقولوا عليه تبذير خلى اكبر شبكه سياحيه في العالم TTC تور براند، واللي عندها اكتر من 40 شركه سياحه اعلنت ان هي ضافت المتحف المصري في برامج رحلات. وعلى سيره الجلابيه اللي انا لابسها، يعني ازاي في بني ادم سوي ممكن يشوف الصوره دي عيب؟ دي صوره جميله جدا ووراها مليون الف معنى حلو. الجلابيه دي زي ما هي لبس الفلاحين والصعايده، هي كمان كانت لبس ملوك وعلماء وعظماء مصريين. والصعايده والفلاحين دول هم اللي بنوا بلدنا وتراثنا وثقافتنا وحضارتنا، اللي حرروا ارضنا واللي حفروا قناه السويس واللي بنوا السد العالي واللي اخدوا جوائز نوبل واللي ما كلهم فلاحين وصعايده. احنا بنلبس جلاليب قبل ما الدول اللي صنعت الموضه يتم اكتشافها اصلا، فبدل ما نجلد شكلنا نحترم نفسنا ونفتخر بهويتنا. الاهم من منع الجلابيه اننا ما نشوفش واحد بيقول للسائح كل سنه وانت طيب، ولا حد يسيب الحمام مش نظيف، ولا ناس توقف الاجانب عشان يركبوا حنطور بالعافيه، ولا اللي بيمد ايده ويقول صوره بجنيه يا باشا. دي من اقوى الاسباب اللي بتطفش السياح من عندنا، بيخلوا تجربه السائح سيئه رغم عظمه اللي هم بيشوفوه. مش اللي لابس جلابيه فلاحي هو ومراته رايحين يتبسطوا في المتحف. احنا عندنا حضاره عظيمه جدا بس محتاجين سلوك يليق بيها. ارجوك اعمل شير للفيديو عشان الناس تفهم، ولو تعرف تكلفه الحفل كانت كام قول لي، لان انا دورت عليها وبصراحه ما لقيتهاش. يوسف ماي سون اي لاف يو. سلام عليكم.